كنت قريت مره ان انت عشان تنجح في اي حاجه انت محتاج على الاقل 10000 ساعه في الحاجه دي. طبعا انا اول حاجه عملتها رحت بسرعه شفت ال 10000 ساعه دول يعملوا قد ايه، فلما حسبتها لقيت ال 10000 ساعه دول يعملوا تقريبا 416 يوم متواصل من غير لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا اي حاجه. بس بافتراض ان احنا الحاجه دي هنشتغل عليها 8 ساعات بس في اليوم، فانت ال 10000 ساعه دول معناها ان انت على الاقل 3 سنين ونص تفضل بتشتغل على الحاجه دي علشان تبقى خبير فيها او علشان تنجح فيها بشكل ما. الارقام مرعبه عموما، بس انت عارف ايه بقى المرعب اكتر؟ المرعب اكتر انك بعد ما تضيع الوقت ده كله والسنين دي كلها ما تنجحش. هروح بقى اجيب كوبايه النسكافيه وارجع لك عشان نتكلم في فيديو جديد من فيديوهات علشان نبقى احسن. الفيديوهات عموما اللي بنتكلم فيها عن طرق جديده وحاجات ممكن نعملها عشان دايما نكون احسن. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تنجح في اي مجال، وهقول لك على 4 حاجات لازم يكونوا متوفرين في الحاجه اللي انت بتشتغل عليها او بتذاكرها دي عشان تقدر تنجح فيها وتكون خبير في الحاجه دي، عشان ما تضيعش وقتك وسنين عمرك كلها كده على الفاضي وفي الاخر تلاقي نفسك ما نجحتش وما عملتش اي بروجرس خالص في حياتك. ما تنساش بقى تعمل لايك علشان فعلا الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتشترك في القناه لو انت فعلا مهتم بالمحتوى ده، وتتابعني بقى على كل اكونتات السوشيال ميديا على الفيسبوك وانستجرام. هتلاقي هناك حاجات مختلفه جدا عن اللي بيتقال هنا في اليوتيوب، وهتلاقي كل اللينكس بتاعتهم في الديسكربشن تحت. فيلا بينا. اكيد كل واحد فينا نفسه يكون انجح واحد في مجاله، والشركات كلها تقعد تتخانق عليه وهو يقعد كده ويتنك عليهم ويشوف مين هيدفع اكتر. فعلشان كده بداوا يفكروا ويشوفوا ايه الطريقه او ايه الحاجات اللي احنا المفروض نعملها علشان اي بني ادم ينجح في اي مجال عموما. وبدات فكره ال 10000 ساعه دي في ورقه بحثيه اتعملت سنه 1990، وكانت الورقه دي بتتكلم عن دور الممارسه عموما في اكتساب الخبرات، وهتلاقوا اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. وبعد كده اتقالت تاني على لسان مالكوم جلادويل في كتابه اوتلايرز سنه 2021. بس تعالوا نفكر فيها كده بالراحه، هو انا لو قعدت اشتغلت على اي حاجه لمده 10000 ساعه هل اضمن 100% ان انا انجح؟ عشان اجاوبك على السؤال ده تعالى كده نقعد واحكي لك حكايه اللعبه اللي انا بحبها جدا وهي الشطرنج. من سنين كتيره العلماء حبوا يعرفوا الجراند ماسترز في الشطرنج دول هل هم فعلا ناس خارقين للطبيعه؟ هل هم اذكياء مقارنه ببقيه الناس؟ واكتشفوا بعد كده ان الجراند ماسترز دول هم مش ناس استثنائيين ولا حاجه. في سنه 1973 جم 2 علماء اللي هم ويليام تشيس وهربرت سايمون، جابوا 3 لعيبه شطرنج، واحد جراند ماستر وواحد لعيب عادي وواحد هاوي، وعملوا معاهم تجربه ان هم وروهم بوردة الشطرنج محطوط عليها 25 قطعة بس، ودوهم فرصة 5 ثواني ان هم يشوفوا البوردة دي نفسها، وبعد كده يغطوا لهم البوردة وهم من ذاكرتهم بس يبتدوا ان هم يحطوا القطع بنفس الترتيب اللي هم شافوه. ودوهم الفرصة ان هم يقدروا يشوفوا البوردة دي كل شوية على قد ما يحبوا لمدة 5 ثواني بس. من اول نظرة الجراند ماستر او المحترف ده قدر يحط 16 قطعه من ال 25 في مكانهم المظبوط، مع ان اللاعب العادي حط 8 قطع بس، والهاوي قدر يحط 4 قطع في مكانها المظبوط. غير كده كمان المحترف او الجراند ماستر ده احتاج نص المرات بس اللي يبص فيها على البورده دي علشان يطلع ال 25 قطعه كلهم في مكانهم المظبوط مقارنه باللاعب العادي او الهاوي. وجم بعد كده كرروا نفس التجربه بس حطوا القطع او ال 25 قطعه دول في اماكن مستحيل لعبه الشطرنج تطلع الاماكن دي، يعني حطوها بطريقه عشوائيه جدا. وهنا اكتشفوا ان الجراند ماستر او المحترف ده ما كانش احسن من الاثنين التانيين ولا حاجه، وان ال3 لعيبه قدروا بس يطلعوا 3 قطع ويحطوهم في مكانهم المظبوط. ومن هنا اكتشفوا ان لعيبه الشطرنج ما عندهمش ذاكره احسن في العموم، هم عندهم ذاكره احسن لما يجي لعبه الشطرنج نفسها. الحوار كله ان لعيبه الشطرنج دي لعبوا الاف الماتشات لحد ما تكون في دماغهم نمط معين لازاي اللعبه نفسها بتتلعب وايه الخطوات اللي ممكن تحصل، وخلال طول الفتره دي مخهم قدر يعمل سيناريوهات للحاجات اللي ممكن تحصل. وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو عن فكره ان انت ازاي تتعلم عموما، اللي هسيب لك فيه اللينك بتاعه هنا كده او هنا على حسب انت بتشوف اليوتيوب بانهي لغه. ففكره ان انت تربط المعلومات اللي عندك بمعلومات قديمه هي فكره مهمه جدا علشان تقدر تفتكر بسهوله اي حاجه. الشخص المحترف هنا بيربط الحركات اللي هو بيعملها او الخصم بتاعه بيعملها بحركات هو اصلا عارفها، فيبدا المخ يستهلك كميه اقل من المجهود علشان يفتكر السيناريوهات دي بعد كده. وفكره انه بيبص على البورده نفسها او بيبص على الحاجه المعينه دي بطريقه معينه اسمها الميموري تشانكينج، وهي فكرتها اننا نربط حاجات ملهاش علاقه ببعض بطريقه معينه تكون في دماغنا علشان نفتكرها بطريقه اسهل بعد كده. بس نرجع كده للسؤال اللي سالناه من شويه، هو انا فعلا لو قعدت ال 10000 ساعه دول بحاول في حاجه معينه هل اضمن 100% ان انا انجح؟ الحقيقه لا، مش اي 10000 ساعه وخلاص هيخلوك تنجح في اي مجال انت عايزه. لازم في ال 10000 ساعه دول 4 شروط يتحققوا علشان تقدر تنجح. اول حاجه هي التكرار المستمر. دايما كده لما تيجي تشوف لعيبه التنس وهم بيتمرنوا بتلاقيهم بيتمرنوا على نفس التمرينه
اكتر من 1000 مره، وده في حد ذاته بيخليهم يتقنوا جدا اللعبه اللي هم بيلعبوها. او مثلا لعيبه الشطرنج محتاجين ان هم يلعبوا اكتر من 1000 ماتش عشان يبتدوا ان هم يكونوا جراند ماسترز او محترفين. ومش بس التكرار هنا هو اللي بيخلي الشخص محترف او بيخليه يتقن الحاجه اللي هو بيعملها، لا ده الاتقان مع ان هو بيظهر له نتائج بسرعه ومستمره. يعني لعيب التنس مجرد ما هو بيشوط الكوره بيعرف اذا كانت فعلا دخلت جوه الملعب ولا بره الملعب، فعشان كده هيعرف التكنيك اللي هو عمله ده فعلا ساعده ان هو يلعب الكوره بشكل صحيح ولا لا. لعيبه الشطرنج نفس الكلام، برضو النتائج اللي مستمره على طول اذا كان بيكسب او بيخسر الماتشات ده بيخليه في حد ذاته يبدا ان هو يشوف قد ايه الخطط اللي هو عملها والتكرار في الخطط دي نفسها قدر ينجح بيه ولا لا. بس في مجالات كده في الحياه معينه مش بيكون فيها تكرار كتير والنتيجه بتاعتها مش بتكون بصوره سريعه او ممكن ما يكونش فيها نتيجه اصلا. العالم السياسي فيليب تيتلوك جاب 284 شخص بيشتغلوا او بيدوا نصايح عموما في السياسه او الاقتصاد، صحفيين بقى او مسؤولين في السياسه او الاقتصاد او حتى محللين عاديين. وبدا ان هو ال 284 شخص دول يبتدي يسالهم اسئله على مدار 20 سنه. الاسئله دي مثلا زي هل جورج بوش هيكسب الانتخابات ولا لا؟ هل الصراع اللي موجود في جنوب افريقيا هيخلص بحل سلمي ولا لا؟ هل مثلا فقاعه دوت كوم دي هتفرقع في يوم من الايام ولا الموضوع هيكبر؟ وفي كل حاله من الحالات دي الناس كانوا بيحطوا نسبه متوقعه قد ايه هم شايفين ان الحدث ده ممكن فعلا يحصل. وبعد 20 سنه وفي اخر الاختبار قدر يجمع اكتر من 82361 نتيجه. تفتكر كده عملوا ايه؟ بصراحه هم ما عملوش اي نتيجه ايجابيه. الخبراء اللي هم مفروض دارسين كويس جدا واخدين شهادات في اللي هم بيقولوه ده عملوا اوحش من لو كانوا ادوا نفس التوقع على كل الاحداث اللي اتسالوها. وهنا يجي فكره ان هم علشان الاحداث اللي هم بيتسالوا عليها دي هي احداث فريده ما بتحصلش كتير. حتى فكره الانتخابات نفسها بتحصل كل 4 سنين وكل مره بيكون في اختيارات وفاريبلز عموما متغيره. علشان كده الاحداث نفسها اللي هم بيتوقعوها ما كانتش متكرره او ما كانش في نمط معين يقدروا يمشوا عليه. والنتيجه كمان اللي هم كانوا بيطلعوا بيها في الاخر هي مش نتيجه سريعه او مش نتيجه لحظيه يقدروا على اساسها يبنوا توقعاتهم دي اللي كان المفروض يتوقعوه احسن من كده. فمهم جدا ناخد بالنا لما نيجي نسال حد على نصيحه معينه علشان احنا شايفينه خبير في مجال معين، لو المجال اللي هو فيه ده مش متكرر بصوره كبيره جدا او حتى النتيجه اللي هو بياخدها مش دايما موجوده. تاني حاجه محتاجها هي بيئه مناسبه. وبيئة مناسبة هنا معناها ان هي بيئة تقدر تتوقع فيها بالنتائج او على الاقل تتوقع بنسبة كبيرة من النتائج. الناس اللي بتراهن مثلا في الكازينوهات او اللي هم بيراهنوا على عجلة الرولات ممكن ان هو يقدر يراهن 1000 مرة، بس هل في مرة من المرات هيقدر يتوقع بنسبة 100% اذا كان هينجح ولا لا؟ لا، لان عجله الرولات دي نفسها معموله ان هي تكون عشوائيه ما يبقاش ليها اي توقع. فالبيئه هنا اللي هو بيتوقع فيها هي بيئه غير مناسبه ان هو يقدر يتعلم من غلطاته او يتعلم من تحليلاته للموقف نفسه. في 2006 اشهر مستثمر اللي هو وارن بافيت راهن واحد من المستثمرين الكبار اللي في امريكا ان هم في 10 سنين يشوفوا مين استثماره كان انجح. وارن بافيت حط $1,000,000 كلهم في سله واحده اللي هي الاس ام بي 500 اللي هي عباره عن اكبر 500 شركه في امريكا محطوطه في البورصه، وما شالش فلوسه ولا حطها وفضلت $1,000,000 موجوده لمده ال10 سنين كامله. المستثمر الثاني بدا ان هو يشوف لا دي مش طريقه مناسبه ان انا اكسب بيها فلوس، وبدا يحطها في حاجات بتكسب كسب سريع بس في نفس الوقت محتاجه منك خبره، حاجه اسمها الهيدج فاندز. الهيدج فاندز دي محتاجه دايما ان انت تسحب فلوسك وتحطها في مكان تاني، حاجات فيها بتكسب بسرعه بس دايما محتاج تكون بتحلل بطريقه منطقيه جدا علشان تسحب فلوسك قبل ما تخسر وتروح تحطها في مكان تاني ويكون برضو ساعتها الفتره دي هو هيكسب فيها. وعلشان الفتره دي كانت فتره الازمه الاقتصاديه بتاعت امريكا، ففي سنه 2008 الاثنين خسروا نسبه كبيره من فلوسهم. وطبعا وارن بافيت علشان حاطط فلوسه كلها في اكبر 500 شركه اللي هم اكبر شركات تعرضت للخساره في الفتره دي، فخسر مبالغ اكبر بكتير من المستثمر الثاني. لكن بعد كده في سنه 2011 تقريبا الاثنين كانوا متساويين مع بعض، نفس المكسب اللي وارن بافيت كسبه هو اللي المستثمر الثاني ده كسبه. بعد ال10 سنين كلهم وارن بافيت قدر ان هو يعمل 125% استثمار اعلى من $1,000,000 اللي هم حطهم، مع ان المستثمر الثاني كسب 36% بس من اللي هو حط. طب ليه عموما واحنا عارفين ان الحاجه الامنه هتكسبنا مكاسب اكبر على المدى الطويل بنبدا ان احنا ناخد ريسك اكبر وان احنا نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نطلع فلوس ونحاول نستسكى كده على النظام؟ يعني قبل ما اجاوبك على السؤال خليني كده احكي لك حكايه. كان في تجربه اتعملت على الفئران والبني ادمين. التجربه دي هي ببساطه عباره عن ان في زرار اخضر وزرار احمر، الزرارين دول بينوروا بس انت مهمتك ان انت تتوقع انهي زرار اللي هينور المره الجايه. وكان متقالك ان 80% من المرات الزرار الاخضر هو اللي هينور و20% بس الزرار الاحمر اللي هينور. وفي حاله الفئران جم وقالوا والله لما الفار يدوس على الزرار ويطلع الاجابه بتاعته صح، يعني لو داس مثلا على الزرار الاخضر والزرار الاخضر هو اللي نور بيبتدوا يدوا له اكل.
لكن لو داس على الزرار الاخضر والزرار الاحمر هو اللي نور، يبتدوا يدوا شحنه كهربائيه. الفار هنا قرر بكل بدائيه بعد عدد مرات من المحاولات ان هو على طول هيدوس على الزرار الاخضر. مش مشكله، هتحمل نتائج ال 20% في مقابل ان انا في ال 80% هكافئ. وطبعا البني ادمين برضه هم كمان عملوا نفس النتيجه نوعا ما، بس بعد كده لما بيجي بيدوس على الزرار الاخضر كتير وبيطلع اجابته فعلا صح، بيبدا مخ الانسان يقول له ان المره الجايه اللي هينور الزرار الاحمر، فبيبدا ان هو يدوس المره دي على الزرار الاحمر. بعد نهايه التجربه طبعا الفار جاب ال 80% اللي هي المفروض ان هو يجيبها، لان هو كل مره كان بيدوس على الزرار الاخضر، مع ان الانسان جاوب بنسبه 68% بس. كلنا عندنا مشاكل ان احنا نتوقع النتائج العاديه، ودايما بنحاول نحط انماط معينه او باترنز معينه لاي حاجه في الدنيا، حتى لو الحاجه دي عشوائيه بنسبه 100%. فعلشان كده دايما هتلاقينا بنحاول ان احنا نغلب الافرج او المتوسط ده عموما، علشان نبان ان احنا احسن، او عشان نبان ان احنا قدرنا نتغلب على السيستم ده. بس لما يكون اصلا مفيش نمط في الحاجه اللي احنا بنعملها، غالبا الاستراتيجيه دي بتكون فاشله جدا. وحتى لو في نمط معين، احنا محتاجين وقت كافي عشان نفهم النمط ده، ودي تالت حاجه احنا محتاجينها، اللي هي النتيجه وقتيه او نتيجه لحظيه. زي اليوتيوب مثلا، هو عارف قد ايه النتيجه اللحظيه دي مهمه، فعلشان كده بيجي بعد ساعه مع اي حد ينزل الفيديو يبدا يقول له انت الفيديو بتاعك ده عمل ايه مقارنه باخر 10 فيديوهات. وحتى لو جاب اللي هو اول فيديو من ال10 دول، يبدا يطلع لك زي فاير ووركس كده موجوده في الشاشه، عشان الريورد ده نفسه قد ايه بيكون مهم للناس اللي بتنزل فيديوهات. فعلشان كده برضو واحنا قاعدين كده، لو لسه ما دوستش لايك، دوس لايك علشان الفيديو يعمل نتيجه احسن من ال10 فيديوهات اللي فاتت. علشان نعرف الفرق بين النتائج اللحظيه والنتائج المتاخره، في دراسه كده اتعملت على الفرق بين دكاتره الاشعه ودكاتره التخدير. دكاتره التخدير دايما بيكونوا قاعدين جنب المريض، ودايما المؤشرات بتاعتهم بيبتدوا يسالوا المريض ويشوفوا اذا كان هو مستريح ولا لا، اذا كان الجهاز نفسه بيطلع نتائج كويسه ولا لا، عكس دكاتره الاشعه. دكاتره الاشعه اللي هم غالبا ما بياخدوش اصلا نتيجه لشغلهم، ودي حاجه خلت البيئه اللي دكاتره الاشعه نفسها شغالين فيها صعب جدا ان هم يطوروا من نفسهم. علشان كده اكتشفوا ان دكاتره الاشعه بنسبه 70% بس بيكتشفوا مثلا سرطان زي سرطان الثدي. والنتائج المتاخره برضو ممكن تكون مشكله للناس الاتش ار او الريكروترز عموما، لان هم مش دايما بياخدوا نتائج للحاجه اللي هم عملوها. يعني مثلا لو في شخص معين اتعين في شركه معينه، هم ما بياخدوش نتيجه ان الشخص ده فعلا اذا كان كويس ولا مش كويس، فما بيقدروش يحددوا انماط معينه للطريقه اللي هم مشوا بيها. يعني ما يقدروش مثلا يقولوا والله احنا هنعمل الطريقه دي مع الشخص الفلاني ونجربه، لو طلع كويس تبقى الطريقه دي كويسه. غالبا البيئه بتاعتهم مش بتساعدهم على حاجه زي كده. طيب لو انت بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها دي بشكل متكرر، وبتاخد دايما النتيجه بتاعتها ونتيجه لحظيه، وشغال في بيئه مناسبه سهل ان انت تتوقع فيها النتائج بتاعتك، هل ده بس يخليك خبير في 10000 ساعه؟ برضه لا، لان من اهم الحاجات اللي تخليك خبير في المجال بتاعك او شخص ناجح في المجال بتاعك عموما، هي ان انت ما تتعودش على اللي انت بتعمله. زي مثلا فكره السواقه، دايما كلنا في اول ما بنسوق بنبقى مركزين جدا احنا بنعمل ايه، وكل خطوه احنا بنعملها ازاي. بس بعد 50-60 ساعه من السواقه بيبدا الموضوع يبقى اوتوماتيك اكتر من ان هو حاجه احنا مركزين فيها. فتبدا هنا ان انت ما بتكتسبش اي خبرات جديده من السواقه. مش معنى ان انت سوقت 10000 ساعه ان انت بقيت احسن حد بيسوق، لان انت بتسوق بطريقه ده مخك اللاواعي هو اللي بيسوق، مش انت نفسك اللي بتسوق. فعلشان تكون احسن في السواقه محتاج ان انت تسوق بسرعات اكبر مثلا، او في مناطق مختلفه عليك، او في اجواء مثلا معينه انت ما سوقتش فيها قبل كده. الحاجات دي نفسها هي اللي هتخليك احسن في الحاجه اللي بتعملها. انك تشوف حد ناجح في مجال معين، غالبا هتحس كده ان هي معجزه او ان هو استثنائي بشكل غير طبيعي. الحقيقه هو مش كده، هو بس قدر يشوف النمط اللي يعمله علشان ينجح. انت كل اللي محتاجه هو شويه وقت ان انت تعمل الحاجه دي بشكل متكرر، وتكون في بيئه معينه تقدر تتوقع فيها النتيجه بتاعتك وتاخد النتائج بتاعتك بصوره لحظيه. وبرضه ما تتعودش قوي على اللي انت بتعمله، وتحط نفسك في تشالنجز اكبر من اللي انت تقدر تعمله، وتغلط مره واثنين وثلاثه لحد ما تتقن الحاجه اللي انت بتعملها دي. وصدقني لو عملت الحاجات دي النتائج هتكون مذهله. بس كده، ما تنساش بقى كمان تعمل لايك وتشترك في القناه وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وشوف برضه في فيديو كده كنت عملته قبل كده بيتكلم عن 5 قوانين للنجاح، ممكن تشوفه لو انت مهتم بالموضوع ده، هيعجبك جدا. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.